اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. يا رب كلكم تكونوا بخير. الفيديو المنتظر، الفيديو اللي فات انا قلت لكم هنزل لكم ازاي تحوشي وازاي تشتري ذهب. ان شاء الله في الفيديو ده هقول لك بجد كل التفاصيل. الفيديو اللي فات خلص وما لحقتش اقول لك على اي حاجه. تعالوا بقى واحنا بنجهز الغدا كده مع بعض هقول لك ازاي تحوشي وازاي تشتري ذهب. بجد حرفيا فيديو مهم جدا جدا، من اول خطوه لاخر خطوه تسمعي فيها الفيديو ده هتستفادي. تابعي معايا الفيديو للاخر، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده، تشيري الفيديو عشان غيرك طبعا يستفاد. وطبعا ما تنسوش اهم حاجه عندي الصلاه على حبيبي المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب هنعمل ايه يا ام مريم؟ هقولك هنعمل ايه. بصي يا ست الكل، اول حاجه طبعا هقولك عليها هي انك انت تحوشي من البيت. مثلا لو انت مش بتشتغلي، يعني ايه هحوش من البيت؟ ازاي فكرة ان انا هحوش من البيت؟ ايوه هقولك ازاي تحوشي من البيت. عندك مثلا الازايز البلاستيك اللي انت بترميها مثلا في الزبالة، الازايز اللي هي بتاعت الزيت، الازايز الجراكن اللي هي بتاعت الصابون، كل الحاجات دي هتقدري انك انت تحوشيها. وفي الاخر هتروحي مثلا تبيعيها ويبقى معاكي مثلا فلوس. اي نعم ممكن 20 30 40 ممكن توصل ل100. عندك العيش الناشف، لو انت برضو نشفتي العيش، اللقمة اللي انت هترميها في الزبالة نشفيها. شوفي كيلو العيش مثلا بكام، شوفي المنطقة عندك بيبيعوه بكام، ب7 ب8 ب10. ساعات العيش ده بيوصل ل12 جنيه في ايام بقى ايه اللي هي الايام ما قبل العيد الكبير. ليه؟ لان الجزارين بيبقوا عايزينها عشان يعلفوا الله يعزكم يعني ويكرمكم البهايم بتاعتهم. فانت عندك كذا حاجه اهو ممكن تدخلي منها فلوس. هي هتقولي لي طيب ما هو مش كل يوم مثلا هعمل كده، او كل يوم هدخل فلوس من الازايز او من العيش او من اي حاجه مثلا كرتون بتحوشيها في البيت ايا كان هو ايه. طيب هقولك على فكره تانية. لو انت مش بتشتغلي او ما عندكيش مصدر رزق، بصي يا ستي، جمعية من مصروفك ايا كان بقى مصروفك، جمعية ب100 جنيه، جمعية ب200، جمعية ب300 جنيه، ادخلي جمعية ماشي واقبضيها مثلا بدري شوية. خلاص، وخلي الجمعية خلي فيه هدف. قولي الجمعية دي مثلا انا هجيب بيها مثلا حلق دهب صغنن، او هجيب بيها خاتم دهب صغير، او هجيب بيها بريمة. لو رحت سألتي على البريمة دلوقتي هتلاقيها ب600 700 جنيه تقريبا في الحدود دي. طب هعمل ايه بالبريمة؟ هعينها، وكل ما يبقى معايا 600 700 جنيه او حتى ايا كان الدهب طلع الدهب نزل، هروح اشتري بريمة، هجمع بريمة ببريمة ببريمة، وبعد كده هروح اجيب بيها حلق مثلا دهب، هبيعهم الاول وبعد كده اشتري الحلق الدهب عشان ما يبقاش فيه اي معاملة ربوية. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل مشروع طيب عشان يدخل لي مصدر رزق، او يكون معايا مثلا فلوس علشان اعمل الجمعيه اللي انت بتقولي عليها. انا معيش خالص. بصي انا بقول لك كل الحلول. طيب يا ستي افتح مشروع زي عندك مشروع الاكل البيتي، التفريزات، الحاجات دي كلها. عندك مدرسين ولادك، عندك صحابك، عندك جيرانك، اعملي تفريزات، اعملي مشروع الاكل البيتي برضو كويس جدا. طيب انا معيش اعمل مشروع الاكل البيتي، عندك مشروع الشموع، الشموع تحفه جدا برضو وسهله جدا، ومش هيكلف المشروع كله مش هيكلف 500 جنيه 1000 جنيه بالكتير قوي. هتجيبي الشموع وتصنعيها وتجيبي الروايح وتعملي مشروع الشموع وتوزعيه برضو في المنطقه بتاعتك او في النادي او في ايا كان المكان اللي انت بتروحيه. طيب ما عنديش، مش عارف اعمل شموع ووقتي ومش عارف ايه. طب يا ستي في عندك مشروع تاني، عندك الكورسات اللي هي بتاعت الشعر والبشره والميك اب والحاجات دي كلها. بس انا عن نفسي انا ما احبش ان انا اعمل ميك اب، يعني ماليش دعوه بالميك اب وكده. فانا ماليش دعوه بالميك اب، فيها حرمانية. طب خلاص خدي كورسات شعر بشرة، تنظيف بشرة، خدي الكورسات دي جميلة جدا 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 يعني بتدخل ربح لانك انت هتشتغلي كل يوم، بمعنى اصح يعني زي مشروع الكوافير كده ماشي. وسعي على نفسك، وسعي على بيتك، وسعي على عيالك. مشروع تحفة بتاع الكورسات بتاعت الشعر والبشرة. واهم حاجة انك انت تتقي الله في اللي هيدخلك او في اللي هيعمل عندك حاجة. طيب ايه المشاريع التانية اللي عندك يا ام مريم؟ هقولك يا ستي افتحي حضانة لو انتي قادرة تفتحي ده. يعني لو انتي متعلمة ومعاكي شهادة افتحي حضانة، برضو المشروع حلو جدا. وبرضو كل المشاريع اللي انا بقولك عليها دي لازم تتقي الله في كل حاجة انتي بتعمليها وفي اي مشروع انتي هتفتحيه.
خلاص. افتحي حضانة، مشروعها برضو حلو جدا. ادي دروس، يعني ادي دروس تأسيس، ادي لو انت بقى معاكي شهادات عالية ادي دروس في بيتك. افتحي مركز مثلا يكون محترم كده، وافتحي في مكان حلو، وافتحي مثلا المركز ده وادي دروس فيه وجمعي مثلا اطفال ماشي واديهم الدروس برضو. ده مشروع حلو جدا جدا. طيب هتقولي لي انا ماليش خلق ومش عارفه ايه. طب هقول لك على حاجه. مثلا لو انت عايزه تعملي صفحه على الفيس، عايزه تعملي قناه على اليوتيوب، ممكن برضو تفتحي المشروع ده انك انت تعملي قناه على اليوتيوب وتحققي مثلا الشروط اللي هي 1000 متابع او الساعات بتاعه اليوتيوب، وتبتدي انك انت تشتغلي ويجيلك طبعا البين كود. ولما يجيلك البين كود تجمعي $10 وينزل لك ربح، وتشتغلي وتستمري في الشغل ده لحد ما تكوني المبلغ اللي هو الحد الادنى للقبض. برضو ده مشروع كويس جدا لو انتي اشتغلتي عليه صح. يعني لو انتي كل يوم بتنزلي، يعني على فكره اقول لكم على حاجه، انا اللي يعني مخليني مش بقبض مثلا يعني على طول، او مثلا كل شهرين زي باقي القنوات وكده، ان انا مش بشتغل كل يوم. لكن عشان تشتغلي كل يوم كل يوم تنزلي فيديو، كل يوم بتنزلي فيديو، طبعا مع انك انتي بتظبطي طبعا الفيديو بتاعك كله، بتظبطيه كله، بتحطي طبعا العنوان بتاعك، الكلمات المفتاحيه بتاعتك، العلامات، كل الحاجات دي بتظبطيها كويس جدا. اليوتيوب بيقترحك على الناس وبيشوفوا فيديوهاتك، فبيدخلوا يشتركوا عندك ويتابعوكي. تمام. فكل الحاجات دي بتدخلك برضو ربح. صفحة الفيسبوك برضو ما تشتغلي عليها بتدخلك برضو ربح. كل الحاجات دي هتدخلك ربح. شغلي دماغك في كل حاجة. طيب انتي مش عايزة تفتحي قناة او مش عايزة تعملي صفحة، اعملي المشاريع اللي انا قلتلك عليها دي، تحفة جدا. يعني كذا مشروع انا قلتهولك اهو في الفيديو، ممكن تقدري انك انت تعمليه وكمان تدخلي لك ربح، وكمان تحوشي وتجيبي ذهب. انا عارفه ان كل الستات اللي في العالم بتحب الذهب جدا، هو فعلا زينه وخزينه، وتحسي ان هو يعني امان. الذهب امان، زينه وخزينه، وتاج على راس الحزينه زي ما بيقولوا كده. فانتي حاولي انك انتي تعملي اي مشروع من المشاريع ديت خلاص، وفرغي بس نص ساعه من وقتك، ساعه من وقتك، لانك انتي تعملي دراسه جدول للمشروع ده. بالله عليكي بالله عليكي لو انت استفدتي بقى من اي كلمه انا قلتها في الفيديو ده، ما تنسيش انك انت تحطي لايك للفيديو ده. عايزين كده لايكات كتير قوي على الفيديو ده، وكمان تشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، عشان هنزلك افكار احلى واحلى بكتير من كده. وتشيري الفيديو لاصحابك وحبايبك علشان كله يستفيد من اللي انا قلته ده دلوقتي خلاص. وتفعلي زر الجرس اهم حاجه علشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. وبالله عليكي صلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا بنات والله العظيم مش عايزه اقول لكم فضل الصلاه على النبي بيفتح ابواب رزق كتير جدا 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 جدا. ما تنسوش الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.